يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، وأن مهمة الإنسان الحق أن يشيد صروح الحرية في الأرض حتى يتمكن من أداء رسالته في الحياة. دكتور، أنا ممرضة وحبيت نساعد. عندنا بزاف نتاع المرضى خرجوهم من المستشفيات. احنا محتاجين لك يا بنتي. مرحبا بك، تفضلي. جيبوا هذا الدواء بسرعة، هيا. عندما كان جهاز القمع في الجزائر ينفذ عملية التهجير القهري، كانت هجرة أخرى اضطرارية تبدأ مسيرتها. عشرات المئات ممن لهم صلة عائلية بالمهجرين بالقوة أخذوا يهيمون على وجوههم في اتجاه أرض المغرب، وهم من أبناء الشعب الجزائري الشقيق، يمشون المسافات الطويلة ليلا ونهارا وفي خفية عن أجهزة الرصد والمراقبة، ويتحاشون جهد الإمكان أن يقعوا في قبضة أجهزة القمع المجندة لهذه الغاية التي وزعت في كل مكان في الغابات وفي كل جهة. خير قاعدين لمروك؟ هيا نروح الجماعة، فرقونا على أولادنا، ربي يجازيهم. الحمد لله. زوجة اقتفت أثر زوجها وأبنائها، وزوج اقتفى أثر أبنائه وأهله في محاولة ليكون بجانبهم وليمارس رسالته في الرعاية الأبوية الفطرية. الخير عليكم. الخير. واش كلكم غاديين لمروك؟ نعم، 70 ولاد. مليح. هيا نسيروا على الطريق. أنا نعاونك ندوز معك وحلول. يرحم والدك. يا بنيتي. يلا يا بسم الله. بسم الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. زيد يا بنتي زيد. يلا. خذوا لي الولية وخلوا لي البز.
كما راكم تشوفوا. لا حول ولا قوة إلا بالله. يلا زيد. هلا وقفوا تم. وين رايحين؟ رايحين للمروك. ياك تغطونا. فين بغيتنا نمشيو؟ المغرب طبعا. هذا هو الحل المنطقي. بالله عليك يقول لي واش انت معانا ولا ضدنا؟ أنا حميكم. أنا جزائري ورايح المروك. هيا زيدوا. دكتور، عندنا واحد السيدة من المطرودين في حالة خطيرة. الله يرحمها، توفات. قدامنا سيدي رزقك كاع اللي جمعنا، فلوسنا مشات، حياتنا مشات، وليداتنا تفرقنا عليهم. اش من هذا الشيء؟ اصبر ماشي تا غير الاول، عندنا هاد الناس يديروا فلوس دولهم انا مشي انا ولدي كنت عبو مدير. اش بالممدير اش ما كنمرش لنا الممدير؟ سيدي هذا الشيء راه مشى لنا رزقنا ومشات حياتنا كامله اللي خدمنا طول العام كله مشى. ما بقى لا غادي يسكت ولا انسان غادي يخدم. والناس فرحوا على اولادهم. اش غادي يفرقوا على ولادنا ولا سمحنا رزقنا حياتنا كلها اللي خدمنا كله مشى. هذوك راهم ماشي ناس، هذوك راهم ما يخصهم ما يصلحوا. جاو فينا ما خلاونا رزقنا ولادنا فرقوا عليهم، ولكن الا تقابلوا تبقى في الشرك حي. غيدخلوا من الركن يكونوا مزيانين ان شاء ان الله. شاء الله حنا بعطافي غادي يكونوا مزيانين، ولكن هاد اللي كاع خدمنا في العمر كله، هاد الحصيفه كاع اللي جمعناها والفلوس اللي جمعناها مشات، الرزق ضاع وكل شيء ضاع، الخدمه ديال العمر كلها. زيدوا تفضلوا تفضلوا. طردوهم حفيانين عريانين وجردوهم من متاعهم، والغني منهم اصبح فقير واصبح واجب علينا نساعدوهم. نعم، اصبح واجب علينا نساعدهم، لكن اش نقدروا نديروا لهم؟ لازم نعملوا حاجه. هم اخواننا، جمعي لهم النص ملابس نتاعك والنص ملابس نتاعي، وانا غادي نشري لهم ما استطعت من المواد الغذائيه، ما ناكلوا حنايا حتى ياكلوا هما، ما نشربوا حنايا حتى يشربوا هما. أيها الإخوة المواطنون، من هذه الساحة الفسيحة أنقل لكم هذه الصورة الناطقة عن استقبال الجمهور المغربي، فهذه جماهير غفيرة من سكان وجدة، خرجت كلها نساء ورجالا، شيبا وشبابا، أطفالا ونساء،
خرجوا الكل لاستقبال أبناء عمهم، فمرحبا بكم بين أهليكم وذويكم. إن الذين ظنوا أنهم فعلوا سوءا فعكس ذلك، فهم جمعوا بين الإخوة، بين ابن العم وابن الخال وابن الخالة. فمرحبا بكم في دياركم، فعلى الرحب والسعة. جماهير غفيرة أجدها الآن، والكل يحاول أن يقدم هدية لأبناء عمه الذين طردتهم اليد الغشيمة، اليد الجزائرية. فمرحبا بكم يا أبناءنا، يا أبناء المغرب الحبيب، إلى أرضكم وأهلكم وذويكم، فستجدون في أرضكم ما يحلو لكم ويطيب. سيدتي وسادتي، من هذه الساحة واللسان قد يعجز عن التعبير، حيث كانت مفاجأة لأبنائنا وآبائنا وأجدادنا. إن هؤلاء الأعداء ظنوا أنهم فعلوا الشر، فالعكس، نحن في حاجة إليكم، فلنا ما لكم وعليكم ما علينا. ففي بلدكم ستجدون ما يؤنس وما يشفي غليلكم. هؤلاء الأغشاوس، هؤلاء الأبطال الذين طردتهم اليد الغشيمة، يد الجزائر، هم الآن بين أهليهم ودويهم. فمرحبا بكم أيها الأبناء، فمرحبا وعلى الرحب والسعة. إذا كانت ماما ديك معايا وإذا كانت ماما ديني معاك، واخا؟ في الحقيقة أيها الإخوة، منظر تقشعر له الأبدان. الجماهير وانا فين ماما؟ فين ماما متاعي؟ فين ماما؟ ونحن في أشد الحنين إليهم. الزمن والآن قد عاد إلى أهله ودويه، مغارب النساء تتعالى من كل مكان. أيها الأعزاء، ننتقل بكم إلى فقرة أخرى، حيث يلتقي ميكروفون التلفزة بأحد أبناء المغرب الذين طردتهم يد الجزائر، يد الحكومة الجزائرية للحدود الجزائرية المغربية بأرض وجدة. أحاول أن ألتقي بأحد الشباب، فهم في حاجة للتعبير عما لديهم وما يخالج نفوسهم في هذه الفترة. الأخ، يمكن لك تقدم سميتك النظارة؟ اسم ديالي أزهو عبد الرحيم. يعني طالب في بوهران، بمدينة وهران. جيتي بوحدك ولا مع أهلك؟ لا، جيت بوحدي. وأهلك بقاو هناك؟ ما باقي ما عرفتهم لحد الآن واش بقاو تما ولا دخلوا المغرب. أنا بديت كنقلب عليهم هنا في وجدة. ولكن حالتك نشوفها النفسية يعني مأثر، ما خصكش يعني أنت جزائرية؟ نعم. ما عندك شي تأشيرة دخول المغرب؟ دخولي للمغرب لا يحتاج تأشيرة. فرق ولادي طبع في نفسي تأشيرة أبدية. زوجي وولدي طردوهم من الجزائر بعد 25 سنة. 12 سنة مرت على جوازنا. بهذه الطريقة التحقت كل أم جزائرية بولادها وزوجها في
المغرب. ألم تكفيك هاد التأشيرة المطبوعة على قلوب كل أمهات مثلي بلا أي ذنب ارتكبناه؟ مرحبا بك في بلادك المغرب. دقيقة من فضلكم، تفضلي عند الرئيس. يمينة. هي أخيرا هذه الأسر عادت تجمع شملها بكل الوسائل والطرق، وكانت مرة أخرى